بدك تحكي؟ ناوي تفش قلبك؟ ما في مين يسمعك ما؟ بس بتعرف شو؟ إذا حكيت لحدا سرك ممكن يجي بيوم ويحكي عليك. إذا أمنت لحدا احتمال كبير يخون الأمانة. إذا فضفضت وحكيت بترتاح نفسيا صح، بس يا ترى شو رح تستفاد فعليا؟ أي حدا غريب أو قريب بيفهمك أو ما بيفهمك كلماته معروفة، يعني رح يقلك طول بالك، ما حدا بيستاهل. الحياة ما بتوقف عند حدا، انسى، عيش، ولا يهمك، لا تضايق حالك. أنا برأيي توقف على المراية وتحكي مع حالك. ظن حالك هو أكتر حدا ممكن يفهمك بدون ما يؤذيك، يفهمك من دون ما يحكي عليك بيوم من الأيام. وإذا مصرت تحكي لحدا، ردد العبارات يلي بيقولوها. قول بينك وبين حالك ما حدا بيستاهل، عادي، ما رح اتضايق. لازم انسى وتصير كتير وارجع لطبيعتك. صدقني، لا تشكي همك غير إلك، لأنه ما حدا بيحس بالوجع غير صح. يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت. يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي، انت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت. كم مرة بوجهك وقفت قلت